هاي هاي هاي، وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده انتوا اكيد منتظرينه كتير جدا، عشان كده النهارده حاولت ان انا اسرعه واعمله بسرعه قوي. ففيديو النهارده هيكون عن الرد على الاسئله بتاعتكم، فعشان كده ما تنسوش تدخلوا الفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب. كمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك طبعا. وطبعا لو عندكم اي سؤال تاني تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات على الفيديو ده، وانا اكيد هرد عليكم في فيديو زي ده تاني. ومعلش انا بتاخر لاني بيبقى عندي حاجات كتير قوي في اليوم لازم اعملها، ومجرد ما بلاقي وقت على طول بطلع معاكم فيديو. بالمناسبه انا بطلع لايفات كتير جدا على الفيسبوك وعلى الانستا، فانتي ممكن تتابعوني عشان تعرفوا بحكي عن ايه او بطلع لايفات فين. تعالوا نبدا باول سؤال. طبعا يعني هنبدا بيه. اول سؤال عندنا النهارده: ايه رايك في جامعه كازان الفيدراليه؟ طب بشري، وهل ماسكها مكتب؟ طيب يا شباب، مبدئيا جامعة كازان الفيدرالية كويسة جدا 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 جدا. تعتبر من الجامعات الكويسة اللي هي ممكن نصنفها ان هي بعد موسكو وسانت بيتر، طبعا بعد موسكو الاولى وجامعة الصداقة طبعا، وموسكو سانت بيتر، وكل ده احنا ممكن نصنفها هي رقم 5. ولو انت مشفتش الفيديو الكامل عن المقارنة ما بين جامعة بافلوف وجامعة كازان الفيدرالية، فانت ممكن تدخل على الفيديو، هسيب اللينك على اول كومنت، فانت ممكن تدخل على الفيديو وتتفرج عليه، وكمان تعرف تفاصيل اكتر واكتر واكتر عن الجامعة الفيدرالية. بس بالمناسبة السعر اللي مكتوب في الفيديو ده سعر قديم، لان الفيديو لو انت لاحظ هتلاقيه يمكن من سنة او يمكن من اقل من سنة. فعلشان كده يا شباب، لما تيجوا تبصوا على اي فيديو من القديم، ركزوا في التاريخ علشان ما تجوش تقولوا لي ان السعر ده مختلف عن السعر بتاع السنة دي. اوكي، فهي الجامعة اوريدي جميلة جدا وحلوة جدا، وانصحك ان انت تقدم فيها. الرد على اول نقطة من السؤال. تاني سؤال: هل ماسكها مكتب؟ بص، هو من حوالي 5 شهور ما كانش ماسكها، بس حاليا بيقول ان هو مسكها. بس انا ما عنديش اي معلومات عشان اقدر افيدك بيها الصراحة، انا ما عنديش اي معلومات. بس انت ممكن تجرب وتدخل وتقدم، وتحاول لوحدك بالروسي، وفي حالة ان انت سقطت او لا قدر الله فشلت او ما تقبلتش، فانت ممكن تشوف حد من تبع المكتب اللي بيقولوا عليه ماسكها الايام دي وتخليه يقدم لك بالانجلش، يعني على حسب اللي انت عاوزه. او ممكن تقدم بالانجلش في حالة ان انت نزلت تقدم بروسي، وهكذا عشان يبقى عندك يعني فرصة ما بين هنا وهنا. اوكي، تعالي نشوف السؤال اللي بعده. اوكي، تاني سؤال: لو سمحتي بدي اسألك، كيف ممكن اخد منحة بروسيا؟ ايش يعني الشروط وكيف ممكن احصل عليها؟ بصي يا شباب، بالنسبة لموضوع المنحة، المفروض ان هي كانت تفتح في شهر 9، وبعد كده كان المفروض ان هي تفتح في شهر 11. هي لا فتحت في 9 ولا فتحت في 11، فاحنا متوقعين ان هي تفتح في شهر 1، بس محدش عارف هل دي حقيقة ولا لأ. بس السنة دي الغريبة ان هي في شهر 9 وشهر 11 قالوا ان احنا مش محتاجين ومش هنفتح بالفعل. ما فتحوش باب للتقديم في المنحة، عشان كده انا ما نزلتش اي معلومات عنها. انما من المرجح او من المعروف ان هي هتفتح في شهر 1 زي ما قلت لكم، بس ما فيش اي معلومات اكيدة وما فيش اي حاجة، بس مكتوب على السايت عندهم ان هي هتفتح في شهر 1. مجرد ما هتفتح انا هبدأ انزل لكم التفاصيل وازاي تقدموا وتعملوا ايه في ورقكم، والتفاصيل سهلة جدا وتقدروا تعملوها لوحدكم من غير ما حد يعملها لكم. ونصيحة: ما تسمعوش كلام حد يقول لكم انا هجيب المنحة، لان المنحة دي حرفيا بتكون صدفة او بتكون عملية حظ. ناس كتير قوي بتنصب عليها في موضوع المنحة، يقولك انا هجيب لك منحة وفي الاخر بياخد الفلوس والشخص بيخلع متعرفش تجيبه. او يقولك الجامعة رفضت، او يقولك الجامعة ما فيهاش مكان، او يقولك استنى السنة اللي بعدها، يعني whatever. المهم ان انت بيتنصب عليك في حوار المنحة دي. فبليز يا شباب، لما تيجوا تشوفوا حوار المنحة وحد يقول لكم على حاجة زي كده، ركزوا في النقط دي. وانا مجرد ما هتوصل لي اي معلومة بخصوص المنحة، اي معلومة هكتبها لكم، واكيد هنزل بوست كبير جدا. وكمان ممكن اطلع لايف على الفيسبوك، بحيث اني لو حد محتاج ان انا اساعده في التقديم نطلع لايف كلنا ممكن على الفيسبوك، لان انا اكتر بطلع لايفات على الفيس وعلى الانستا برضو. بس لو في الطلب، لو انتوا حبيتوا وطلبتوا، انا ممكن اطلع على الانستا برضو لايف واقول لكم ازاي تقدموا، ولو حد محتاج مساعده اساعده عن طريق اللايف. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. طيب، واحده كاتبه: انا من المغرب وصديقي باغي يصفيت لي الفلوس، شنو هي الطريقه اختي عفاك؟ بصوا، هو انا مش قادره اقرا اللي هي كاتباه، اوكي، بس انا فهمت هي قصدها ايه. يعني هي بتقول ان عندها
هي من المغرب وعندها حد عايز يبعت لها فلوس من المغرب، فازاي اسحب الفلوس او ايه الطريقه اللي اسحب بيها الفلوس، يعني تقريبا ده اللي انا فهمته. فاتمنى ان هي تكون فهماني لما ارد عليها، يعني اتمنى. فبصي هقولك على حاجه، انا نزلت قبل كده فيديوهين عن الطريقه من التحويل من اي بلد لروسيا. انا هحاول احكي براحه علشان تفهميني. انا قبل كده نزلت فيديوهين عن طريقه تحويل من اي بلد لروسيا. انا ما اعرفش اذا كنت انت شفتي الفيديوهين ولا لا، بس انا هسيب اللينك. وكمان احب اقولك اني من المغرب في فرصة متاح ويستر يونيون تحولي منه، لان ويستر يونيون شغال في المغرب، وفي بلاد عندنا هنا شغالة منها. فانت حاولي تشوفي اي الويستر يونيون شغال عندك في المدينة اللي انت موجودة فيها ولا لا. دي نقطة. النقطة التانية، في ممكن تفتحي حساب بنكي في روسيا عن طريق يكون شغال ببرنامج سويفت. حكيت الموضوع ده انا في الفيديو بتاع التحويلات، حكيته بالتفصيل، يعني التفصيل الممل. فممكن تبصي على الفيديو علشان تعرفي اكتر معلومات عن الموضوع التحويل في النقطة دي، وهتفهمي اكتر وهتعرفي كل النقط اللي انا بحكي عليها. لان انت لو حضرتي الفيديو ده من غير ما تحضري التاني مش هتفهمي اللي انا بقوله قوي، يعني مش هيكون واضح. بس اتمنى ان انت تكوني فهمتيني طبعا، يعني دي اهم حاجه عندي ان انت تكوني فهمتيني. انا عارفه يا شباب ان انا بحكي بسرعه، بس انا احيانا ما بيكونش عندي وقت، وبحاول ان انا اعمل لكم الفيديو بسرعه بسرعه علشان انجز، وكمان اروح شغلي واروح الباقي اللي عندي. اوكي، تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده، انت بتشتغلي ليه؟ مش المفروض جوزك يصرف عليكي؟ شباب اكتر كومنت، مش هقول لكم مضحك، بس يعني انا لما قريته اول مره يعني انبهرت الحقيقه. طيب اللي هو ما يعرفنيش، اذا كان محدش فيكم يعرفني او ما يعرفش شخصيتي، انا ساندبنتون وومن. يعني ايه؟ يعني انا شخصيه اعتماديه على نفسي من وانا عندي 17 او 16 سنه. كنت معتمده على نفسي اعتماد كلي. بدات ان اعتمد على نفسي اعتماد كلي من 18 سنه، عشان ما انكرش يعني وجود اهلي في حياتي طبعا. انا شخصيه مرتاحه باللي انا وصلت له، وفرحانه ان انا واصله للنقطه دي، ومش زعلانه وراضيه بكل حاجه موجوده فيا. وانا عارفه ان دي صعبه، وخصوصا ان انا بنت وبدرس وبشتغل وكل الحاجات دي. بس انا ما بحبش حد، اما ما بحبش اعتمد على حد. يعني انا بحب اعتمد على نفسي، انا يبقى انا ما بحبش اعتمد على اي حد، سواء جوزي، بابايا، مامتي. انا ما بحبش اعتمد على حد. انا اعتمادي الاول والاخير طبعا على ربنا، ثم على نفسي. فعلشان كده ما تدونيش كومنتات زي كده، بليز بليز بليز. يعني انا شخصيه بحب اعتمد على نفسي، وشخصيه عصاميه بحب ابني نفسي بنفسي. ممكن ناس كتير قوي تشوفها ان هي مش ميزه وان هي عيب، وحاجات كتير قوي انا بسمعها اصلا يعني في وشي وبتتقالي اتس اوكي. يعني انا متعوده على كده ومش فارقه معايا وجهه نظركم فيا. بس احب اقول لكم اني انا شخصيتي كده، وانا فرحانه بنفسي ومبسوطه وفخوره بنفسي. بس يعني دي اكتر كومنت بجد ضحكني، على قد ما هو يعني على قد ما هو كان كومنت سخيف شويه. وبالمناسبه في كومنت تاني احب ارد برضه على النقطه دي. هنا في روسيا الحياه متساويه، يعني زي حياه الاجانب هنا 50 و50. صرف البيت، المعيشه، كل ده بيبقى 50 و50. فعلشان كده احنا عندنا هنا اصلا في روسيا بتبقى الست معتمده نص والراجل نص. يعني هنا في مساعده ومساواه، وانا عاجبني قوي النظام ده، علشان انا بحس ان لا راجل بيتظلم ولا ست بتتظلم، والاتنين بيكونوا مع بعض وبيبنوا فعلا بيت مع بعض. ودي اكتر حاجه عجباني يعني. so what. اوكي، تعالى اقول لكم اخر سؤال وخلاص هقفل الفيديو على كده. طيب اخر سؤال بيقول لي، يعني بصوا يا شباب السؤال ده اتكرر كتير قوي. انا حابه انهي نقطه الجدل، يعني لاني انا يعني بشوف الكومنتات بنبهر الصراحه. انا اخر فيديو منزلاه اللي هو بتاع شجره الكريسماس، واحنا بنعملها انا وايفان. بالمناسبه اللي ما يعرفش، ايفان ده جوزي، فاحنا كنا بنعمل شجره الكريسماس عادي. فانا لقيت كومنتات كتير قوي اللي هو حرام تحتفلي بعيد الميلاد، حرام تحتفلي بالكريسماس، اصلا نصارى ومش عارفه ايه. طب مبدئيا يا شباب انا مسيحيه، يعني مبدئيا لكل ده انا اسمي مونيكا وانا مسيحيه. طيب
انا مش هعلق على اي حاجه من اللي انتوا بتكتبوها، بس انا عندي كومنت واحد بس. هو ايه دخل الديانات في فيديو بسيط جدا انا نزلته الكريسماس واحنا بنعلق شجر الكريسماس؟ حتى انا ما جبتش يعني اي سيره مسيحي او مسلم يعني. على زي ما بيقولوا في روسي that's enough. يعني خلاص ده المنتهى، خلص الفيديو. فطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك. بحبكم كتير. كانت معكم مونيكا، باي باي.